السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثبات على اللي كنا بنقوله قبل كده في الفيديوهات السابقة إن كابتن أحمد حسام ميدو ملوش رأي واضح ولا ليه رأي صريح، واللي بيجي في باله بيقوله، تصريحات الصبح عنده غير تصريحات آخر الليل يعني. تعالوا اتفرجوا معايا على التصريح بتاعه دون في حق هاني أبو ريدة وأحمد مجاهد بعد ما كانوا بيكرههم بقى بيحبهم، وبعد ما بيحبهم هيبقى بيكرههم على حسب التصريح طالع امتى، طالع الصبح ولا طالع اخر الليل. اسمع معايا كده وارجع تاني. انا ابو ريده، يعني انا اسف، يعني هو راجل محترم جدا وانا بحبه جدا على المستوى الشخصي. بس هو ما كانش فاضي لرئاسه اتحاد الكوره. كان سايب اداره اتحاد الكوره لواحد اسمه احمد مجاهد، كان عضو مجلس اداره. والراجل ده في رايي ان هو خرب في الكوره في مصر، خرب احمد فيها احمد مجاهد. مجاهد، خرب فيها بشكل كبير جدا. زي ما سمعنا، مش عاجبه ابو ريده ومش عاجبه احمد مجاهد. طب مش عاجبك هاني ابو ريده ماشي، عشان انتوا قبل كده قلت له انت محسوب على الزمالك بالاونطه. طب ازاي مش عاجبك احمد مجاهد؟ احمد مجاهد ده يعني خدمك خدمات من الارض للسماء، مأيد لك ناس في مواعيد مش هي، ومأيد لك ناس وانت عليك مديونيات كتير، وعامل معاك الواجب وزياده، ودلوقتي خارب لك الدنيا وعامل لك مشكله هو بعدم لعب مباراه القمه، والعقوبه اللي طلعت من الرابطه على النادي الاهلي. يعني عامل معاك واجب تقيل. وبعدين بصوا في عينيه كده بالله عليكم، يعني بصوا في عينيه وهو بيتكلم كده. انتوا تعرفوا ان التصريح ده كان امتى؟ صباحا ولا مساء؟ بصوا في عينيه وهو بيتكلم كده وعينيه مغربه يمين وشمال، بتحس انه مش في وعي، ومش عارف هو بيقول ايه، مش في وعي. يقول لك خرب ابو ريده، ده خرب الكره المصريه. دلوقتي بقى حبيبك ابو ريده، دلوقتي بقى حبيبك ابو ريده واحمد، زي ما كانوا الحكام مش عايزهم وعملوا فيك وبهدلوك وسووك وخدوك ورا مصنع الكراسي، وبعد كده على سهوه حبيتهم. لا، انا بحب الحكام المصريين، انا عايز في ماتش الاهلي حكام مصريين. يعني انت ليه وجهة نظرك عايز في يوم من الايام تبقى رئيس نادي الزمالك؟ رئيس نادي الزمالك بعد حلمي زموره و... انا عايز يعني، السؤال اللي دايما بسأله لنفسي ومش لاقي له اجابه، ويا ريت لو حد يعرف الاجابه يقول لي: ليه كابتن حسن شحاته بعيد عن المشهد العبثي ده؟ ليه كابتن حسن شحاته بعيد عن الهراء اللي بيحصل؟ فاروق جعفر، الناس المحترمه بتاعت الزمالك، الناس القديمه المحترمه بتاعت الزمالك، زمن الاحترام الجميل. فين كمال درويش دلوقتي؟ فين اسام الشيشيني؟ وفين وائل الاباني؟ مع العلم ان انا ليه وائل الاباني ليه اختلافات مع آرائه شويه، بس انسان محترم ما حدش يختلف على كده. انسان محترم. ليه مسلمين الزمالك لناس ما بتعشقش حاجه في الدنيا غير قله الادب والصياح والكره؟ ليه يعني؟ هل الزملكاوي المتزن العاقل ما ينفعش؟ لازم اجيب حد الكاره للاهلي بس؟ السلام عليكم.